السلام عليكم ورحمة الله. معانا هاجر. ازيك يا هاجر؟ كويس كيف الحمد لله الأحوال؟ بخير الحمد احنا عاملين لله. عملية كده بقالنا قد ايه بالظبط 3 تقريبا؟ شهور 3 شهور ما شاء الله. بالظبط الحمد كنا لله. كام وبقينا كام كده؟ كنا 140 بقينا 114. ما شاء الله، الحمد يعني لله. داخلين في 26 كيلو في 3 تقريبا في شهور 3 شهور، أقل من انجاز 3 شهور. انجاز رهيب بصراحة، الحمد لله، حاجة ما كنتش متوقعاها حقيقي. حاسة بأي مشاكل؟ حصل أي مشاكل بعد العملية؟ تعب هو ولا؟ تعب العملية الطبيعي من صعوبة مثلا شوية في البلع، إرهاق ده طبيعي شوية، ممكن شوية دوخة هبوط. بس ده كله بصراحة اتحسن بعد شهرين. مم. من أول بداية الشهر التالت خلاص انت إنسان طبيعي زي الفل، مفيش أي مشاكل في أي حاجة، مارس حياتك الطبيعية كويس جدا. أي حاجة تعب بسيط أو كده كان موجود أول شهرين بصراحة، كانت من ضمن الحاجات اللي مزهقاني جدا. بس خلاص أنا تخطيتها الحمد لله، كل حاجة اتحسنت من ساعة ما بدأت آكل كويس، كل حاجة اتحسنت. انت قلتي لي حاجة كده واحنا في المتابعة، في حاجة معينة كانت فارقة معاك ان انت مش بقيتي مش مشتهية الأكل بتاع زمان، صح؟ اه دي دي حاجة بصراحة مهمة جدا. دي بصراحة من ضمن الحاجات اللي انا مبسوطة بيها جدا. اي حد عايز يتكلم في العملية انا بقنعه بالجملة دي، واقعد اقول له انت في الدايت بتحارب نفسك عشان تاكل قليل، مم. في العملية انت بتحارب نفسك عشان تاكل اقل كمية اصلا. بالظبط. غير كده كمان العملية اصلا حاجة طول الوقت حاسس ان انت شبعان، ففي كميات اكل كبيرة جدا انت اصلا بالنسبة لك انت مش عايز تاكلها. خلاص انت مع الوقت بتتعود انت بتاكل كمية قليلة، فخلاص ما بقاش فارق معاك مثلا رز، نشويات، عيش، كل الحاجات دي بالنسبه لك بتبص لك وتقول لا فاكس، مش مم. عايزه مم. شكرا. فبتاكل كميه البروتين وخلاص شكرا على كده، انت تبقى شبعان جدا. وغير كده كمان صعب اصلا ان انت تحس بجوع، من النوادر ان انت لو حسيت ان انت جعان. اوقات بتحس ان انت جعان بس ده حاجه بسيطه جدا يعني. ودي بصراحه من اكتر الحاجات اللي بسطاني جدا بالعمليه، ومخلاني قادره ان انا احافظ على وزني، وقادره ان انا احافظ على الاكل اللي انا باكله. خلاص انا مش مشتهيه الحاجات التانية، فبالنسبه لي مش فارقه. طيب يعني احنا قدامنا سكة طويلة، بس معدل حرقنا ما شاء الله كويس جدا. الحمد احنا لله. 25 26 كيلو في شهرين ثلاثة، ده كويس جدا جدا الحمد جدا. لله. هنوصل للمثالي، احنا سننا صغير، ان شاء تمشي الله. كويس. بس عايزك تقولي لي كمان ايه تاني فارق معاكي، يعني في اكتر حاجات فرقت معاكي من 25 كيلو دول، في حاجات؟ فرق معايا في الحركة. حركتك. أنا بتحرك بطريقة مش معقولة. كنت فاكرة ان انا خفيفة بس لا، مم. طلع في اخف بكتير قوي بكتير قوي. لا حلو. بقيت بمشي وبطلع سلم وبروح وباجي. أنا بروح الجيم وبفضل على المشاية فترة طويلة بعد التمرين بتاعي او الكارديو او تمرين المقاومة. ولا انا مش تعبانة، مش ما بوقف شاء الله. مثلا غير لو حسيت ان انا مثلا شوية تعبت او حسيت شوية ان انا جوعت، فممكن اوقف. على فكرة اوقف في الجيم واكل مثلا موزاية واشرب مية واكمل التمرين بالظبط. بتاعي عادي جدا. بالظبط. فحقيقي بصراحة لا، الدنيا اسهل بكتير واخف بكتير، واحد حاسس ان هو بقى فراشة. مم. ما شاء الله. 25 كيلو ولسه محتاجة 25 كيلو تاني او 30. بس انا متأكدة ان لا، الدنيا اختلفت خالص حقيقي. التكميم حياة تانية، وخاصة مع دكتور محمد ربنا فريد، يخليك، حد تسلم تسلم، محترم شكرا جدا لذوقك، وثقة تسلم. جدا. تسلم. احنا ماشيين كويس، ان شاء الله نوصل للوزن المثالي في ان شاء اقرب وقت. الله. احنا معدل حرقنا ممتاز ما شاء الله، وانت ان بتسمعي شاء الله. الكلام وبتلعبي رياضه وبتاكلي كويس. الحمد ودول لله. الناس اللي احنا بنقول العمليه مظبوطه ومشياني على التعليمات مظبوط، ان شاء الله بالظبط. باذن الله نوصل لاعلى نتائج. ان شاء الله باذن شاكرين يا الله. هاجر. شكرا يا دكتور. شكرا لذوقك. العفو.